عملنا مع بعض في القناة أكتر من مرة فطير مشلتت. كله كان طبعا بطريقة التوريق. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفطير المشلتت من غير ولا توريق ومن غير فرد ومن غير أي حاجة صعبة. هنعمله مع بعض بكل سهولة. بس يا ريت اللي أول مرة يشوف قناتي يشجعني ويعمل لي لايك وسبسكرايب. الكمية دي كلها أنا عملتها من نص كيلو فطير. شايفين شكله عامل ازاي، وكله طبقات ومورق، وكان طعمه غاية من الجمال. يلا بينا نبدأ مع بعض الوصفة ونشوف عملناها مع بعض ازاي، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. معايا هنا نص كيلو دي انا نخلاه، نزلت عليه بنص معلقة ملح صغيرة، ونزلت عليه بنص كوباية سميد. ايوه احنا استعملنا سميد البسبوسة. النهاردة ان شاء الله هنعمله بسميد البسبوسة. هتحسي ان طعمه مختلف تماما عن الفطير المشلتت العادي اللي انتي بتعمليه، وفي نفس الوقت سهل وبسيط جدا. دقيق البسبوسة اللي احنا حطيناه او سمية البسبوسة اللي احنا حطيناه مش هيخلي الفطير معاكي يجلد او يعضم معاكي وانتي بتسويه. هيبقى معاكي سلس جدا وما تقلقيش منه. نزلت هنا عليه بنص كوباية مية. طبعا انا بنزل بالمية زي ما احنا متفقين بالتدريج، مش هننزل بالكمية كلها مرة واحدة. هنبدأ نقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونبدأ نعجن، ولو احتاج مية هنحط تاني. نزلت بمية تاني. انا كده كنت خلصت الكميه الاولانيه اللي هي الكوبايه الاولانيه كانت خلصت معايا. هنا نزلت بنص كوبايه ميه تاني. هو عامه النص كيلو خد معايا كوبايتين الا ربع ميه. طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني. نزلت برش دقيق على الرخامه وهبتدي ان انا الم العجينه، لان هي بدات تشبك في ايدي زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزه عجينه تكون طريه على قد ما اقدر ومش ملزقه في ايدي، عشان تبقى سهله معانا في الفرد. هنعجنها حبة كويسين. وطبعا زي ما احنا عارفين ان طول ما انتي بتعجني اي معجنات او اي مخبوزات كويس جدا تاخدي افضل نتيجة منها. جبت هنا معايا بولة فيها مية، وابتديت ان انا انزل فيها ايدي وادعك العجين بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كل ما احس ان هي محتاجة مية بزودها مية. هنفضل نعجن فيها على قد ما نقدر عشان تبقى مرتاحة معانا وتتفرد معانا بكل سهولة. عايزين لما نيجي نفرد العجينة ما تتقطعش مننا، وساعة ما نفردها ما تتقطعش مننا هنعرف ان احنا كده وصلنا للعجن الصح. وخلاص العجينة بقت جاهزة معانا ان احنا نشكلها ونقطعها وخلاص. هي كده خلاص بقت مظبوطة معانا. هنبتدي نعملها الرول بالشكل ده، وهنقطعها على 6 قطع. طبعا بتلمي كل قطعة وبتعمليها كرة صغيرة بالشكل ده كده، وهتسيبيها ترتاح حوالي ربع ساعة بالكتير، مش هتسيبيها ترتاح كتير يعني. ده بيختلف عن الفطير المشلتت العادي بتاعنا. الفطير المشلتت العادي بتاعنا لازم تسيبيه يرتاح على قد ما تقدري، وكل ما بتسيبيه يرتاح كل ما بتاخدي منه نتيجة كويسة. ده عكسه، مش هتسيبيه يرتاح كتير، يعني حوالي ربع ساعة تلت ساعة، مش اكتر من كده. هي وزن الكورة من دي كانت عاملة حوالي 150 170 جرام. انا وسطنتهم كده بالويم يعني. كده خلاص انا كنت خلصتهم كلهم. هبتدي انزل عليهم بمسحة زيت عشان وشهم ما يقشفش او يعمل طبقة ناشفة على العجينة من فوق. هغطيهم وزي ما قلت لكم هسيبهم يرتاحوا ربع ساعة. معايا هنا دقيق، نص كوباية دقيق، ونزلت عليها ب3 أو 4 معالق دقيق سميد بتاع البسبوسة برضو. معايا هنا الدهان اللي انا هستعمله عبارة عن نص كوباية زيت ونص كوباية زبدة صفراء، ومعاهم معلقة سمنة بلدي. هنا بقى ابتديت ان انا افرد العجينة. نزلت برشة دقيق، بس رشة دقيق تكون كويسة كده كتير عشان العجينة ما تلزقش مننا في قلب الرخامة. الدقيق اللي احنا كنا محضرينه مع بعض اللي هو الدقيق العادي بتاعنا ودقيق السيمولينا. تمام. وكل ما تفردي حاولي ترشي رشه دقيق بسيطه علشان تتاكدي ان العجينه ما لزقتش منك في قلب الرخامه. وهي بتاخد وتدي معاكي اهي وبتتفرد، العجينه مش هتلم منك تاني لان هي معجونه كويس جدا وسبناها ترتاح حبه كويسين.
بس نتأكد دايما ان العجينة مش لازقة معانا في الرخامة. كل شوية شيليها كده وارفعيها ورشي رشقة دقيق زي ما انتوا شايفين كده. ونرجع نفرد تاني بالنشابة. ما عندكيش نشابة، عندك اي عصاية استخدميها، هتبقى سهلة برضو معاكي، ما فيهاش اي حاجة. هنا كانت لزقت مني كده حتة، فكت تاني معايا. وحاولي طبعا تعمليها على قد ما تقدري على شكل دوران، يعني تكون مدورة، ما تكونش مستطيلة. انا هنا كنت بلفها كل شوية شمال ويمين عشان افردها من كل الاتجاهات. شايفين ما لزقتش معانا، وسهلة جدا ازاي في رفعها من على الرخامة. هنفرد، بس طبعا احنا مش هنرقاها زيادة عن اللزوم، هيبقى يعني سمكها متوسط، مش هتبقى رقيقة قوي قوي زي الفطير المشلتت، عشان تعرفي تطبقيها وتشيليها من على الرخامة. هننزل بقى هنا بالمادة الدهنية بتاعتنا اللي احنا كنا عملناها. بندهن وش العجين كله زي ما انتوا شايفين كده. تدهنيه كويس جدا، وهتبتدي بقى تقطعيه بأي حاجة، سكينة، قطاعة. أنا استخدمت السكينة، ما كانش موجود قدامي قطاعة. سكينة، قطاعة، أي حاجة قدامك سهلة تستعمليها استعمليها. هتقطعيه أجزاء زي ما انت شايفة بالشكل ده كده. وطبعا لو الكمية معاكي أكبر من كده أو حجم الفطيرة أكبر من كده بتقطعي أجزاء أكتر من كده، مش شرط 5 أجزاء، ممكن يكونوا تمام 6 كده 7، على حسب فرد العجينة معاكي. هنا بقى هنبتدي نطبقها. شايفين أنا بطبقها ازاي؟ بحطها خلف وخلاف مع بعض. الجزء اللي انا بقفل عليه بحطه عكس الجزء اللي انا هلفه تاني، عشان انا عايزه الفطيره تبقى مقفوله من كل الاتجاهات عشان تترفع معايا في قلب الفرن. طبعا الشكل موضح قدامكم اكتر من الكلام. هنا باينه اكتر اهي، الجزء اللي انا قفلته حطيته عكس الجزء اللي انا هلفه عليه. معايا هنا طبعا حوض او صينيه زي ما انت حابه، بتدهنيها بالشكل ده كويس جدا، الماده الدهنيه اللي احنا كنا بنورق بيها، وبتنزلي عليها بالفطير وتسيبيه يرتاح. هنعمل واحدة تانية عشان تكون اوضح عن الاولانية كمان. بنفردها برضو بالرش دقيق، لازم الدقيق عشان العجينة ما تلزقش مننا في الرخامة. وبتفردي بالنشابة بالشكل ده كده على شكل دايرة. ونرجع نرش تاني رشة دقيق. هنفرد بقى على قد ما نقدر. شايفين العجينة ما بترجعش تاني، بتفرديها ما بترجعش معاكي تاني، وبتلفيها شمال ويمين سلسة جدا معاكي في الفرد. وزي ما اتفقنا كل شوية بنرفعها من على الرخامة عشان نتأكد ان هي ما لزقتش، لان هي لو لزقت مش هتعرفي ترفعيها من على الرخامة. زي ما انتوا شايفين كده انا بفرد سمك متوسط، بس برضو نخلي بالنا ان هي ما تبقاش سميكة معانا عشان الفطير ما يطلعش التوريقة بتاعته سميكة. خلاص انا كده فردتها ودهنتها كمان بالمادة الدهنية. هبتدي اقطعها اجزاء زي ما انتوا شايفين كده. شايفين انا بطبق وبحط خلف وخلاف، هنا اكيد باينه اكتر من الاولانيه كمان. بحطها في النص واقفل عليها اخر طبقه بالشكل ده كده. كده انا خلاص خلصت الكميه اللي معايا كلها، والعجين كان ارتاح. هبتدي بقى افرده. انا بصراحه جيت فردته طلع معايا على شكل مستطيل. انت حابه تعمليه على شكل دائري مفيش مشكله، بس هو هيتفرد معاكي بمنتهى السهوله زي ما انتوا شايفين كده، عشان هو ارتاح وخد راحته في العجين. اتفرد معانا بمنتهى السهوله.
في الوقت ده خلاص انا رجعته تاني في الحوض زي ما كان. وفي الوقت ده انا بكون وانا بفرد الفطير بكون مشغله الفرن على نار عاليه. الفطير المشلتت ما بيستواش على نار هاديه او نار متوسطه، لان لو استوى على نار هاديه هينشف منك وهيطلع معضم معاكي. عايزاه يكون مورق معاكي وطري معاكي، لازم يكون الفطير على نار عالية، وبتفتحي من تحت وفوق. الشواية بتكوني فاتحاها على نار متوسطة، والأرضية بتبقى على نار عالية. كده انا خلاص خلصت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده. وكده دخل الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبدأ يرفع معانا. انا هنا كنت موطية الشواية ومعلية من تحت، شايفين شكله عامل ازاي؟ بدأ ياخد لون ذهبي بسيط من فوق. طبعا كل شوية بلف الحواض عشان يبقى اللون يعني كله موحد. هو كده خلاص استوى معايا وطلعته من الفرن، شايفين شكله عامل ازاي؟ والأرضية بتاعته والوش بتاعه عامل ازاي؟ دي الكمية اللي طلعت معانا من نص كيلو فطير، عملوا 6 فطيرات بس كمية كويسة جدا. هنقطع بقى واحدة ونشوف الطبقات اللي جوه عاملة ازاي. شايفين كام طبقة من جوه مورق وطعمه تحفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتشجعوني وتعملوا لي